السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني هنحل تاني مسألة في ال problem solving with JavaScript. عطيني تكست زي ده كده وبيقول لي JavaScript is a programming language that widely used for web development. It's also known for flexibility and versatility. تمام. بيقول لي find the biggest word of the string، يعني عايز أكبر كلمة في السترنج ده. تمام. فاحنا هنشتغل شغلنا العادي، نعمل فانكشن هنسميها biggest word. تمام، وناخدها كوبي ونشغلها باي ديفولت لما البرنامج يرن. تمام. الفانكشن ديت قلنا ان احنا ما بنعرفش نتعامل مع التكست على هيئة string كده. عشان نعد الكلمات اللي موجودة فيه، لو جينا نقول مثلا log text dot length، هيطلع لي 126 حرف. هو ما بيعدش الكلمات، هو بيعد الحروف. تمام، 126 بالمسافات الفاضية كمان، بالمسافات الفارغة اللي هي هنا دي. تمام. فاحنا لو عايزين نعد الكلمات، عندنا ميثود جاهزة اسمها split. لو قلنا مثلا هنعرف متغير الاول let array of words بيساوي text dot split. الميثود ديت بتحول السترنج لاري. اول حاجه بتعملها بتحول السترنج لاري، ويعني لو جينا نرن كده هتحول السترنج. ثواني، لازم نعمل لوج array of words. تمام، نعمل رن هنلاقيها حولت السترنج الاري، حطت لي فعلا الدبل براكتس. تمام. طب انا عايزها تجزأ الاري دي، تجزأها الكلمات. نقوم حاطين هنا بناء على السترنج دي بتاخد اللي هي الدبل كوتيشن دول، ويكون بينهم مسافه كده. يعني معناها بقول له ان اول ما يقابلك مسافه فاضيه، مسافه فارغه، اعرف ان الكلمه انتهت والكلمه اللي بعدها بدأت. يعني جافا سكريبت انتهت وبعدها از بدأت، فخزن الكلمه اللي بعدها في الاري برضه، فيفضل على هذا المنوال لحد ما يخلص السترنج. يخزن جافا سكريبت، بعدين از، بعدين بعدين بروجرامنج، بعدين لانجوج. تمام. يبقى احنا كده عملنا اول خطوه. تاني خطوه بقى نعمل فور لوب. واي هنخليها دي array فوردس كده، لوبنا على الاري. تمام. نعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ انا عايز اشوف اكبر كلمه موجوده في الكلمات دي. هنقول مثلا هنعرف متغير كده فوق الاول، هنسميه biggest، اكبر كلمه، biggest word length. عشان اعرف اكبر كلمه لازم بستدعي ميثود اسمها length. هنسميها مثلا، هنخليها مثلا بزيرو في اول حاجه. البيجست وورد لينس بزيرو. تمام. هنيجي هنا هنقوم قايلين if احنا نتفق مع بعض الاول اللوجيك اللي احنا هنمشي عليه. اول حاجه انا هاجي دلوقتي اقول اللوجيك اللي انا ماشي عليه. انا هقول حاجه حولتها لاري اهي. تمام، حولتها لاري. تمام. لو جينا نطبع مثلا الاري دي عشان اوريها لكم، بس لوك array فوردس run. طبعا لي جافا سكريبت از وبروجرامينج ولانجوج ذات. كل كلمه في زي ما قلنا لكم هي كل كلمه في string. تمام. فانا عايز دلوقتي اشوف
اكبر كلمة فيهم، فقلت عرفت متغير واديته قيمة صفر. هاجي هنا بقى اقول لو الجافا سكريبت دوت لينس، الجافا سكريبت دوت لينس اكبر من الزيرو، يبقى الجافا سكريبت هي اكبر كلمة. يبقى شيل الجافا سكريبت، شيل قصدي الزيرو دي، وحط اللينس بتاع الجافا سكريبت، وهكذا وكمل لحد الاخر. هو ده اللوجيك اللي احنا هنمشي عليه. فعشان نكتب اللوجيك ده ازاي، هنقول قايلين array folders i دوت لينس. يعني كده لف على كلمة كلمة في الاري اللي هي دي. اول حاجة كلمة مثلا الجافا سكريبت هيلاقيها 10 حروف، دوت لينس يعني 10 حروف. لو هي اكبر من ال biggest word length، لو هي اكبر من الزيرو، اذا حط اللي هي العشر حروف دي مكان الزيرو. هقول الكلام ده ازاي؟ هقوم قايل biggest word length بيساوي، وهشقلب بس هشقلب ال الكونديشن، هشقلب الكونديشن فقط. كده عملنا ايه؟ قلنا لو الجافا سكريبت مثلا اكبر من الزيرو، يبقى حط الجافا سكريبت مكان الزيرو، تمام، وكمل اللوب واعمل، ويبقى كده معانا البيجست وورد لينس 10 بدل 2 بدل 0. جافا سكريبت 10 حروف، تمام. كمل هل اكبر من ال10 حروف؟ لا. هل ايه اكبر من 10 حروف؟ لا. هل بروجرامينج اكبر من 10؟ نعم. بروجرامينج 12 حرف، هيقوم شايل 10 دي ويحط 12 ويكمل. مش يكمل من الاول، لا، يكمل من اول لانجوج ويكمل هكذا. هل ديفلوبمنت اكبر من ال 12 حرف؟ ايوه، بروجرامينج هي 12 حرف، تمام. يبقى يشيل ال 12 ويحط مكانها نفس الرقم لحد على هذا المنوال، تمام. نقوم جايين هنا بقى بعد ما يخلص اللوب، بعد ما يخلص خالص لوج biggest word length، هنشوف اكبر رقم فيهم، اكبر لينس فيها، تمام. طلع لنا 12، تمام. هنهمش بس دي عشان ايه، ونقول تاني 1 طلع 12، يبقى البيجست وورد لينس 12. طب انا عايز اجيب العنصر اللي هو 12 ده، العنصر اللي اللينس بتاعه 12. هقوم قايل له مثلا log array forbes دوت i. مش هو دلوقتي بقى ده اكبر عنصر؟ مش هو ده دلوقتي بقى ده اكبر عنصر؟ هنجيبه دلوقتي، نجيبه نجرب. بيقول لي جافا سكريبت وبروجرامينج وديفلوبمنت، بس لو جيت تلاحظ هتلاقي ان جافا سكريبت دي 10 حروف مش 12 حرف، وبروجرامينج وديفلوبمنت ماشي، ده بروجرامينج وديفلوبمنت 12 حرف، تمام. بس جافا سكريبت لان احنا جوه اللوب، فهو عمل في اللفه الاولى جافا سكريبت هي الكبيره، في اللفه الثانيه بروجرامينج هي الكبيره. فانت لو عايز تعمل الحوار ده تعمله بره اللوب، يعني تشيل السطر ده كده وتقوم جاي بره اللوب هنا، وتهمش السطر ده كمان، وتقوم جاي بره اللوب وتعمل مثلا فور لوب جديده وتسميها بجي، بس تبدا بجي، تمام. وهتلف برضه على array folders، تمام. هنعمل هنا كونديشن. احنا عايزين دلوقتي ايه؟ احنا خلاص جبنا البيجست وورد لينس وطلع ب 12. عايزين بقى العنصر اللي هو اللينس بتاعه ب 12. العنصر اللي اللينس بتاعه ب 12 هنقوم قايلين array folders i دوت لينس بيساوي biggest word length. هات لي بقى العنصر اللي هو بيساوي 12. كوبي لوج، هات لي العنصر اللي هو بيساوي 12، بيساوي اللينس بتاعه بيساوي 12. رن الكود،
يقول لك الاي دي مش مفهومه، احنا عاملينها هنا جي وعاملينها هنا اي، يبقى لا لازم هنا جي وهنا جي وهنا كمان جي. رن الكود طلع لي development وفيرستلي، يعني الكلمتين دول هما اللي فعلا اللينس بتاعهم ب 12، ونبقى كده حلينا المسألة التانية في الجافا سكريبت.